تجيب 99% في تالتة اعدادي وتبقى من الاوائل في تالتة اعدادي، اسمع الفيديو ده من اوله لاخره عشان هنقول اهم 3 نصايح تمشي بيها طول السنة وهتبقى جامد في تالتة اعدادي وهتطلع من الاوائل. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقول لكم على اهم 3 نصايح تمشوا بيها في تالتة اعدادي، لطلاب تالتة اعدادي طبعا. الفيديو ده ليكم اهم 3 نصايح لطلاب تالتة اعدادي هتخليك تطلع من الاوائل في تالتة اعدادي، هتجيب اي مجموع انت عايزه وان شاء الله هتكون من المتفوقين، بس لو مشيت بالثلاث نصايح اللي انا هقولك عليهم دول وعن تجربة يا جماعة. يعني النصايح دي عن تجربة، والنصايح دي بس مش تنفع لتالتة اعدادي بس، لا ده تنفع لتالتة واولى ثانوي. طبعا انت داخل على مرحله كبيره اللي هي ثانويه عامه، اولى وثانيه وثالثه ثانوي والجامعه. يعني الحاجات دول كلهم هينفعوك مدى الحياه طول ما انت بتدرس او طول ما انت في دراسه. طيب نبتدي اول حاجه معايا وهي علاقتك مع ربنا. علاقتك مع ربنا يا جماعه مش في سنه واحده ولا في تالتة اعدادي بس ولا في اولى ثانوي ولا ان شاء الله تكون في تالتة ثانوي بس. علاقتك مع ربنا تكون مظبوطة طول السنة، مش طول السنة بس، طول العمر، طول ما انت بتدرس، طول ما انت خلصت دراسة، خلصت شغل، في شغلك، اي حاجة. علاقتك مع ربنا لازم تكون كويسة. علاقتك مع ربنا هي اللي هتديك توفيق، هتديك نجاح، هتديك امل، هتديك قوة، هتديك كل حاجة تتوقعها حلوة بإذن الله. طيب كده علاقتك مع ربنا. انت يا جماعة انت مثلا قاعد بتذاكر على المكتب، فجأة العصر أذن، هو تقريبا العصر هيأذن ورايا اهو. تخلص تسيب مذاكرتك كده وتقوم تصلي، هتلاقي توفيق من عند ربنا بصوا رهيب. سيبوكوا يا جماعة من اي صوت في الخلفية لان انا بصور في وقت يعني الناس كلها صاحية تقريبا. فعلاقتك مع ربنا هي اللي هتديك كل حاجة كويسة وهتنجحك وهتبقى احسن واحد بعلاقتك مع ربنا. طول ما انت ماشي صح بعلاقتك مع ربنا، طول ما انت ماشي صح مع ربنا بصوا هتبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها حرفيا، مش بس في تعليم، اذا كان بقى شغل بصوا كل حاجة هتتحدد من خلال علاقتك مع ربنا. طيب احنا كده خلصنا المهمة الاولى وهي علاقتك مع ربنا. تاني حاجة بقى المذاكرة. المذاكرة يا جماعة شيء اساسي. ما تقولش انا هصلي، هزكي، هعمل صدقة، هروح احج، هروح اعمل عمرة وادعي ربنا ان انا اجيب مجموع 99% بس انا ما بذاكرش، انا هدعي ربنا بس وهعمل كل حاجة ربنا. غلط يا حبيبي. طب فين بقى؟ يعني ربنا هيديك على قد تعبك ازاي؟ ربنا بيعمل بالحق وبيعدل. انت ذاكرت هتلاقي، ما ذاكرتش مش هتلاقي. وحقيقي الكلام ده حقيقي والله بجد يا جماعه. فانت لازم تذاكر، ما تاخدش السنه باستهتار تقولها هي مش تالتة ثانوي يعني عشان اذاكر، لا انت لازم تاخد السنه بجد وتتعب فيها عشان ربنا يوفقك وينجحك وينول لك اللي بالك وتجيب اكتر مجموع انت نفسك فيه. فالمذاكره يا جماعه دي حاجه اساسيه في السنه، ما تستهترش وما ترقمش. انت جيت من الدرس ذاكر اللي انت خدته، سيب الموبايل على جنب، الموبايل على جنب دي اهم حاجة. سيب الموبايل على جنب يا جماعة، سيبوه، سيبوا الموبايل. عايزين تنجحوا في اي سنة دراسية بمعدل عالي اركنوا الموبايل، حقيقي اركنوا. فالمذاكرة شيء اساسي في السنة. انت هتذاكر هتلاقي، ما تقولش بقى انا مش هذاكر وهسيبها كده. لا، ما انت عايز مجموع، الشخص اللي عايز ينجح عايز ان هو يبقى حاجة كويسة لازم تذاكر ولازم تتعب، ربنا هيديك على قد تعبك. وما تكروتش المذاكرة، ذاكر بضمير. يعني عايز تذاكر ذاكر بضمير عشان ربنا يوفقك وينجحك ويرزقك بمجموع انت كان نفسك فيه. تمام. فموضوع المذاكرة ده ضروري. ما تقولش انا هستهتر بالسنة علشان وهاجي ايام المراجعة هشد على نفسي شوية علشان اقدر ان انا الم المنهج قبل الامتحان. ده غلط. افرض انت حصل لك ظروف او افرض انت حصل لك ظروف في ايام المراجعة. لما انت هتكون كده كده لو ذاكرت اول السنة هيكون عندك ايه؟ تحصيل للمنهج، هيكون عندك فكرة عن المنهج، هيكون عندك معلومة عن المنهج، هتبقى عارف المنهج بيقول على ايه وبيتكلم عن ايه. ما تجيش تقول انا هذاكر بس ايام المراجعة وهشد على نفسي شويه. لا، انت لازم تكون مذاكر من اول السنه عشان تلحق، حتى لو ما لحقتش ايام المراجعه يكون عندك الكم والقدر اللي انت تخش بيه الامتحان ضامن ان انت تنجح.
فالمذاكرة في اول السنة شيء ضروري واساسي. يعني ما تراكمش بجد. انت جيت من الدرس ذاكر اللي انت خدته، حتى لو مش هتعرف يعني اقرأه في اليوم. تمام. وبعدين تاني يوم لو حبيت تذاكره انت تاني يوم ما ذاكرتوش اول يوم، ذاكره بقى على الاقل. ان انت هتكون جيت من الدرس قرأت وعرفت الدرس ده بيتكلم عن ايه، عشان يثبت في الذاكرة بتاعتك وما تنسوهوش. فكده عرفنا علاقتك مع ربنا وهي سبب النجاح في كل حاجة، دي اول حاجة. ومذاكرتك كل حاجة. الحاجتين دول حاجتين مهمة. ونيجي للتالتة الاهم برضو، صحابك. الصحاب نختارها بدقة يا جماعة شوية. نتعب لو سمحتوا، نتعب شوية في اختيار الصحاب. ما تقولش مثلا ايه، انا صاحبي ده ما بيشجعنيش على المذاكرة، صاحبي ده بيخليني اسيب الدروس، صاحبي ده بيخليني العب في الموبايل كتير، صاحبي مش بيخليني اذاكر. ابعد عنه. انت في سنة مهمة زي دي وعايز تنجح، عايز تجيب مجموع عالي، وعايز تشرف اهلك. ابعد عن الصحاب اللي بيكسلوك، بيخليك تكاسل، اللي مش بيشجعوك على المذاكرة. ابعد عنهم. انا واحده مثلا ايه، صاحبتي دي يلا نهرب من الدرس ده ونروح مش عارفه فين. طب ليه انا اعمل كده واعمل في نفسي كده؟ لو انا عايزه مجموع بجد او عايزه انجح بجد هسيبها طبعا. وموضوع الصحاب ده حتى لو مش في رحلتك التعليميه هيفيدك برضو، حتى لو انت خلصت دراسه. تمام. ولازم تختار صحابك بدقه، تمشي مع الصاحب الكويس. ما تمشيش مع حد اقل منك في المستوى التعليمي، لانه واحده واحده هتلاقي نفسك سحبت معاه وخلاص ما بقتش تذاكر. هو علمك ان هو خلاص مفيش مذاكره، احنا هنلعب وخلاص طول السنه. تيجي زي ما تيجي بقى، ننجح نسقط خلاص، احنا تيجي زي ما تيجي، بس اهم حاجه ان احنا نلعب ونتبسط طول السنه. الكلام ده مستحيل. فموضوع الصحاب ده بيأثر عليك في دراستك، في شغلك، في حياتك اليومية، في حياتك، في كل حاجة. صحابك بيأثروا عليك في كل حاجة، حتى نفسيتك. اختار الصاحب اللي يشجعك، اللي يفرحك، اللي يبسطك. ما تختارش الصاحب اللي دايما يشجعك على اللعب، يشجعك على الكلام الفاضي. امشي مع حد شبهك، امشي مع حد يشجعك على دراستك لو انت عايز تجيب مجموع عالي في السنة دي بالذات. وكده خلصنا من الصحاب. بس كده يا جماعة يكون فيديو النهاردة خلص. وما تنسوش تعملوا لايك لو انتوا استفدتوا من الفيديو، وتشتركوا في القناة ولو اول مرة تشوفوني. يلا سلام.